إخواني الكرام، نحن في حج، أتينا إلى بيت الله، وهنا في مكة أتينا للحج. هنا في مكة أتينا للطواف لا للطائفية، أتينا للتلبية لا للتأليب، أتينا إلى عرفات لا للشعارات، أتينا إلى مزدلفة كأمة واحدة لا مختلفة. الحج تقديس لا تسييس. الحج أرفع من أن نسيسه، من أن نحزبه، من أن يكون فيه شعارات سواء مناطقية أو حزبية أو طائفية أو مذهبية. مرفوض. هذا بيت الله، أتينا جميعا لنعبد الله، لنطوف ببيته. ما أتينا لننصر راية ولا لنكون مع أحد، أتينا لله، عباد لله، نقصد بيت الله. هذا منهجنا، لا نثير بلبلة ولا ننصرف يمنة ولا يسرة، نريد الله والدار الآخرة. ومن أرادها فوضى رفضناه، ومن أرادها سياسية رفضناه، ومن أرادها طائفية رفضناه. ولا علاقة لنا، ونتبرأ إلى الله ممن يريد أن يحدث في حرم الله الآمن أي سوء. النبي عليه الصلاة والسلام قد أمن حتى الطائر في الحرم فلا ينفر صيد الحرم، أمن حتى أغصان الأشجار لا يعتدي عليها أحد. فكيف لا يؤمن المسلم وحرمة المسلم وعرض المسلم ودم المسلم ومكانة المسلم؟ فالذين لهم مآرب أو لهم سياسات أو يريدون أن يرفعوا شعارات، هؤلاء ما أتوا ليحجوا، وهؤلاء لا يمكن أبدا أن نقرهم أو نؤيدهم أو نرضى عنهم، بل نحن جميعنا نرفض مثل هذا ونقاوم مثل هذا، لأن هذا بيت الله لكل عباد الله، لمن أراد أن يحج، لمن أراد أن يطوف، لمن أراد أن يسعى، ومن أراد شعارات وصرخات فليذهب إلى أمكنته وإلى بيته وإلى دولته ويصرخ بما شاء. أما بيت الحرام فهو للمسلمين ولا يعلو فيه إلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.